السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني أخواتي، مرحبا بكم في قناة كوزين حليمة. نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة إن شاء الله. الأطباق اللي كنحضروا في عيد الأضحى المبارك اليوم بغيت نشارك معكم اللحم بالزبيب والبصل، كيجي رائع ولذيذ. تابعوني حتى الآخر. تناخدو الطاجين ديالنا اللي كنوضعو فيه زيت نباتي ونشلط فيه بصله ونخليها تتشحر مزيان. عاد غادي نوضع اللحم كما كتشوفوا. طاجين ساهل ولذيذ بزاف. تنوضعوا اللحم ديالنا. اللحم عندي هنايا مجمد وغادي نضيف ليه التوابل. التوابل عندنا الملح وقزبر معدنوس، الخرقوم، الابزار. هنا ضفت قزبر معدنوس وغادي نضيف الملح، ملعقه صغيره ديال الكركم، ملعقه صغيره ديال القرفه، وعندي راس معلقه صغير ديال الابزار، ورشيشه ديال الزبغور محبوب مطحون، جوج ضريسات ديال الثوم. هادو هما التوابل اللي ضفت انايا. تنقطع بعد ما ضفت قزبر معدنوس نقطع جوج فصوص ديال الثوم. طاجين سهل وخفيف وتيجي لذيذ ورائع جدا. من بعد ما قطعت الثومه غادي نضيف ليه التوابل. ضفنا الملح. اذا عجبكم الفيديو ما تنسونيش من لايك والبارطاج، فضلا منكم وليس امر. جزاكم الله كل خير. كركم ملعقه صغيره، ملعقه سكنجبير ملعقه صغيره، راس معلقه صغيره ديال الابزار. هاد الطاجين في الاخير اللي بغى يضيف ليه العسل يضيفو، تيجي رائع اللي تياكل الحلاوه. انا ضفت ملعقه صغيره ديال القرفه. كثرت القرفه كتعجبني بزاف، داكشي كثرتها. صافي هنا ضفت واحد رشيشه صغيره ديال قزبر حبوب، يعجبني المذاق ديالها. صافي هادو هما التوابل. غادي نشحر اللحم ديالي ونقليه. بعد ما خلطت التوابل في اللحم غادي نضيف واحد الكاس د الماء فين يطيب. انا كتشوفوا الطاجين وضع على الفخر يطيب على خاطرو. غادي نضيف ليه الماء ونغطيه ونخليه حتى يطيب. عندنا شويه ديال الزبيب اللي غسلته ورقدته في الزنفه، وبصله مقطع شرائح هي اللي غادي نخضر بها. صافي غادي نغطي على الطاجين ديالي ونخليه يطيب شويه. عاد من بعد نضيف ليه البصله والزبيب
نضيفو كمية ديال الزبيب او عنب مجفف، وعندنا البصله شرائح. ومن بعد ما تشحر ليا اللحم غادي نضيف البصله والزبيب. المقادير بسيطه وسهله وتيجي لذيذ رائع جدا. صافي غادي نضيف ليه البصله ونخليه حتى يطيب على خاطرو. من بعد ما ضفت البصله دابا غادي نضيف الزبيب، وغناخد شويه ديال المرق نسقي بيه البصله كلها من الفوق باش تشرب ليا كاع العطريه والتوابل اللي ضفت، وغادي نغطي عليه ونخليه حتى يطيب. بقاو معنا حتى الاخير، جزاكم الله كل خير. غنسقي البصل كله بالمرق باش يتشرب ليا البصل بالعطريه اللي درت في اللحم. صافي ونغطي عليه ونخليه حتى يطيب ويتشرب مزيان ويتعلق. بقاو معايا حتى الاخر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صافي هو الطاجين ديالنا ديال البصله والزبيب وجد كتشوفوا جا رائع. مرقه عاقده. كنتمنى الى الاعجاب ديالكم هذا الفيديو، وما تنسونيش من لايك والبارطاج فضلا منكم وليس امرا. جزاكم الله كل خير ووشكم مبروكه. دمتم في رعايه الله وحفظه، وشكرا لكم على المتابعه. نتوما كتشوفوا الطاجين كي جا رائع. مع السلامه.